اخيرا ايفون جديد بسعر رخيص. بص، هو مش رخيص قوي بصراحه، بس هو ارخص ايفون جديد يتم الاعلان عنه من ابل في اخر كام سنه. ابل النهارده اعلنت عن الايفون 16 اي، وده ايفون جديد جاي بنفس المعالج القوي جدا اللي في الايفون 16 العادي، وهو الاي 18. فاداؤه رهيب وبيدعم الابل انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بتاع ابل. بيجي بكاميرا 48 ميجا بكسل الاقوى في فئاتها، وبتقدر تعمل زوم 2 اكس من غير ما تقلل من جوده الصوره، لكن هي كاميرا واحده. التصميم بتاع الشاشه شبه اللي في الايفون 14 بمقاس 6.1 بوصه، والنوتش اللي موجوده من فوق دي مع فيس اي دي، فخلاص مفيش بصمات زي الاس اي القديم. وجاي فيه كمان زرار الاكشن باتن اللي شفناه في ال 15 برو، تخصصه زي ما انت عايز. وبطاريته اقوى بشكل ملحوظ عن الاس اي القديم، وبيتشحن بتايب سي، فما بقاش فيه لايتنينج خلاص في كل اجهزه ابل الجديده. وبيجي باختيارين للالوان، الابيض والاسود بس، لكن تقدر تختار جرابات ملونه كتير. وسعره بيبدا من $600، ارخص $200 من اول حاجه في الايفون 16. هو مش رخيص قوي، بس انا شايفه اختيار ممتاز لاي حد عايز يحدث من ايفون قديم او يخش في عالم الايفون من غير ما يدفع يعني رقم مبالغ فيه قوي. فقول لي رايك برضو في الايفون 16 اي الجديد، وما تنساش اللايك والفولو لكل جديد في عالم التكنولوجيا والاختراعات.